هلو أعزائي المشاهدين. سنة 2020 زي ما كلنا عارفين اجتاح وباء كورونا العالم، وقعدت أشتغل في البيت بعد ما كنت كل يوم بنزل أروح الشغل، وظهرت وصفات زي بسكوت ال10 دقايق، بيتزا ال10 دقايق، وأنا بحب أجرب الوصفات الجديدة، فكنت قاعدة في البيت وعمالة أجرب أكل جديد، وأكيد هاكل الأكل اللي بعمله. فمش بس كنت قاعدة في البيت، لأ أنا كنت قاعدة في البيت وطول النهار باكل. وانت زي ما معاها ان ربنا رزقني بحملي في بنتي، وعشان الموضوع يكمل بقى عديت ال30 وبقيت امرأة ثلاثينية، حرق الجسم او حرق الدهون بيقل بعد ال30. الاربع حاجات دول مع بعض خلوني بدل ما طول عمري كان وزني متزن ورشيقة نوعا ما، بقيت عمالة بزيد زيادة رهيبة، لدرجة ان لبس كنت جايباه من شهر ممكن معرفش البسه تاني من كتر ما انا وزني كان عمال يزيد. انا ما كنتش بزيد، انا كنت بتنفخ تقريبا. طبعا كلنا عارفين عشان نظبط وزننا بنعمل حاجتين: بنتحرك او بنلعب اي نوع من الرياضة، وبنعمل دايت او بنظبط اكلنا. طبعا كتبت اهداف، انا في الاهداف ما عنديش يوم مرحميني. كتبت اهداف تخليني ادخل الاولمبياد، مش بس ان وزني يقل. طبعا ايه بقى مستنيين الجزء بتاع انا وصلت للوزن المثالي في معرفش شهرين، انا خسيت معرفش قد ايه في قد ايه. بس الحقيقة والواقع اني بس ما كنتش بخس او حتى وزني ثابت، لا انا كان عمال وزني يزيد، وكنت بعمل كل حاجة عكس اللي تخليني اوصل لهدفي. يعني باكل كل الاكل الغلط، مش بتحرك خالص طول النهار. ومن هنا بدأت اقرا اكتر عن الاهداف، وعن ليه في ناس بتعرف توصل او تحقق اللي عاوزاه، وناس تانية بتفضل تلف في نفس الدايرة سنين وسنين. وبصراحة بعد التجربة مع القراية اكتشفت ان السر مش في الأهداف. هتسألوني يا دينا يا دندونة، لو السر مش في الأهداف السر في إيه؟ ده اللي هقوله لكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله، بعد ما الحمد لله وصلت لوزني المثالي تقريبا من 3 سنين، وعارفة أثبت عليه لحد النهاردة. طبعا قبل ما نبدأ أنا مش هتكلم ولا على دايت بلان، ولا هتكلم على الأكل اللي كنت بروح واكلاه، لأن السر عمره ما كان في الأكل أو في البلان اللي أنت ماشي عليها أو اللي أنت ماشية عليها للتخسيس. أنا هتكلم عن الأهداف وازاي نعرف نحقق هدفنا. انا هقول لكم على طريقه بسيطه وعمليه لتغيير سلوككم وبالتالي حياتكم للافضل، علشان تعرفوا توصلوا للاهداف اللي انتوا عاوزين تحققوها في اي حاجه في حياتكم، مش في الوزن بس. هيا بينا نبدأ. المشكلة يا جماعة ما بدأتش معايا أول لما وزني بدأ يزيد، لا المشكلة الحقيقية بقى في حياتي بدأت أول لما قررت إن أنا أظبط وزن، ولقيتني بعمل كل حاجة عكس اللي تخليني أوصل لهدفي. ومن هنا بدأت أسأل نفسي سؤال واهم: ليه الإنسان بيعمل الغلط وهو عارف الصح؟ وأنا ماشية في رحلة نزولي للوزن عمالة ألخبط في أكلي، أشترك في الجيم وما أروحش. بدأت أفهم إن المشكلة مش في الخطة اللي أنا ماشية عليها، المشكلة إن الأكل بالنسبة لي تحول لعادة سيئة. يعني إيه عادة أصلا؟ العادة بمنتهى البساطة يعني سلوك اتكرر منك كتير قوي بنفس الشكل بنفس الطريقة لحد ما بقى جزء منك وجزء من يوم. ومن هنا بدأت أقرأ أكتر عن العادات وأفهم إيه اللي يخلي الواحد يغير تصرفاته، واكتشفت إن الموضوع مش صعب ولا محتاج معجزة. أنا جمعتها لكم في طريقة سميتها 4 W's، 4 خطوات لو اتفهموا واتطبقوا صح قادرين يغيروا أي عادة أو أي سلوك أو أي اتجاه غلط في حياتك. أول W معانا اللي هي watch أو اتفرج أو راقب. تراقب من غير ما تحكم. لازم يكون عندك self awareness أو وعي ذاتي، إن أنت تبقى عارف بتعمل إيه كل يوم من أول ما تصحى لحد ما تنام فيما يخص العادة اللي أنت عاوز تكتسبها. ومن هنا هتلاقي حد يقولي أنا أكيد يا بنتي عارف أنا باكل إيه أو بعمل إيه في حياتي أو في يومي تخليني أقرب او ابعد عن الهدف اللي انا عاوزه. وهنا هقول لكم لا مش بالصوره اللي انتوا متخيلينها، احنا بنعمل حاجات كتير قوي من اول ما نصحى لحد ما ننام. علشان كده اول خطوه في التغيير انك تشوف نفسك بوضوح، دي اول حاجه المفروض تعملها علشان تتغير. حتى يسالني اشوف نفسي ازاي، يعني ازاي اعرف الحاجات اللي انا بعملها كل يوم هي ايه. السؤال بسيط بس بالسهل: اكتب كل حاجة بتعملها في يومك من أول ما تصحى لحد ما تنام ليها علاقة بالهدف ده. لو كان هدفكم مثلا زي إن انتوا عاوزين تخسوا، فانتوا المفروض تكتبوا كل حاجة ليها علاقة بالهدف ده.
كلت ايه كل يوم من اول ما تصحى لحد ما تنام، اتحركت كام مرة في اليوم او ما اتحركتش، لعبت رياضة ولا لا، مشاعرك كانت ايه ناحية الاكل. يعني انا مثلا ما كنتش جعان بس كلت عشان زهقان او عشان متضايق او عشان خارج مع جروب ما من صحابي. انا لما عملت كده كنت مفكره نفسي عادي، يعني مش باكل اكل كتير. اكتشفت بلاوي. مثلا يوم كان عندنا حلويات شرقيه، انا ما جبتش كوبايه شاي مثلا وجبت طبق وقعدت جنب الحلويات الشرقيه اكل منها، لا، انا من غير وعي رايحه جايه الحلويات على السفره، ما ادركتش غير لما لقيت الحلويات الشرقيه كلها خلصت ومحدش كان منها غيري. يوم تاني مثلا قررت ان انا اكلم السوبر ماركت اطلب كميه حلويات شيبسي وبيبسي وشوكولاته، وانا اصلا ما كنتش جعانه بس انا كنت متضايقه وما كنتش لاقيه حاجه خالص في الوقت ده غير الاكل. انا بصيت على يوم البسبوسه او على يوم الحلويات الشرقيه على اساس ان هو يوم، ويوم حلويات السوبر ماركت على اساس ان هو يوم تاني، وعادي يوم وعدى وهبدأ من السبت الجاي او من الشهر الجاي اعمل دايت. بس لما كتبت وجمعت معلومات اسبوعين او شهر اكتشفت ان اللخبطه ما كانتش يوم، اللخبطه كانت كل يوم. ومع الكتابه لمده اطول اكتشفت حاجه خطر جدا، ان انا السوشيال ميديا عندي، كل السوشيال ميديا بلاتفورمز عندي كلها اكل، وانا بسكرول على اي سوشيال ميديا بلاتفورم عندي بلاقي اكل، وصفات جديدة، فشوف وصفة جديدة حلوة أجربها أأكل منها العيلة عندي، لحد ما بقيت معروفة في العيلة إن أنا دينا كالوريز. الكلام ده شكل صورتي عن نفسي، والصورة دي شكلت هويتي، والهوية دي شكلت عاداتي أو نظرتي كمان لنفسي، مش عاداتي بس. نفس فكرة الأكل تنفع مع المذاكرة، بدل لما تقعد تقول أنا كسلان، أنا مش قادرة أذاكر، أنا تعبان، لا، اكتب. اكتب كنت ناوي تذاكر كام ساعة النهاردة من أول اليوم، وفي الآخر فعليا ذاكرت كام ساعة. اكتب ايه الحاجات اللي معنطلاك عن المذاكرة، اكتب مشاعرك ناحية المذاكرة، بتبقى متضايق، بتبقى مبسوط، بتبقى مرهق، بتبقى تعبان. اكتب الأوقات اللي بتذاكر فيها، اكتب كل حاجة ليها علاقة بالهدف اللي انت عاوز توصله. مع الكتابة هتكتشف الغلط اللي بيحصل فين. المرحلة دي ممكن تاخد معاك او اللي هي الواتش او الدبليو او السيلف اويرنس، ممكن تاخد معاك من اسبوعين لشهر، شهرين بالكتير قوي. الهدف من المرحلة دي ان انت تعرف ايه الغلط عشان تعرف تصلحه. اهم حاجة وانت بتكتب، رقم 1 ما تزهقش، رقم 2 ما تحكمش على نفسك. يعني ما لقيش نفسي مثلا يوم كلت كتير افضل اقول ما انا فاشله، اكتب من غير ما احكم على نفسي، من غير جلد ذات. احنا كده خلصنا اول دبليو، نيجي للدبليو الثانيه معانا اللي هي وونت، ودي ببساطه الحاجه اللي انت عاوزها بجد. لازم في المرحله دي تكون عارف انت عاوز ايه وعاوزه ليه. اغلب الناس بتفشل في المرحله ديت علشان حاجتين، يا اما الواي او السبب عندهم ضعيف، يعني هم عاوزين حاجة بس مش عاوزينها قوي يعني، يا إما الرغبة أو الحاجة اللي هم عاوزينها مش بتاعتهم أصلا. شافوا مثلا حد هم بيحبوه عنده الحاجة ديت أو حقق الموضوع ده، هو خد الشهادة دي فأنا كمان هروح أخد الشهادة دي. بالنسبة لي بصراحة الواي بتاعتي كانت مؤلمة جدا، وزني عمال يزيد بصورة مخيفة. ساعتها فهمت إن الموضوع بالنسبة لي مش مجرد دايت بلان، حاجة أمشي عليها شوية وخلاص. أنا كنت عاوزة دايت بلان، اسلوب حياه، مش حاجه فتره وتعدي. ودي كانت الوونت بتاعتي، ان اعيش حياه صحيه تنعكس على صحتي وشكلي، مش ان اخس فتره وخلاص. انت كمان اسال نفسك اي حاجه عاوز توصل لها، في مذاكره، في مهاره، في حاجه عاوز تحققها في حياتك، لان من غير وونت واضحه اي عاده هتقع او هتتلاشى اول ما تلاقي نفسك تعبت شوية وانت في الطريق لتحقيق الهدف ده. نيجي بقى لدبليو رقم 3 اللي هي وورك، ودي اللي فيها الشغل كله اللي بجد. انت ممكن تكون فاهم نفسك قوي وعارف سلوكك بيحصل ليه وعارف الهدف اللي عاوز توصل له، وتيجي هنا تتكعبل ليه بقى؟ لان ببساطة الطريقة اللي بتنفذ بيها السلوك الصح اصعب بكتير قوي من طاقتك الحقيقية، فطبيعي تسيبه وتهرب. الورك هنا مش معناها يلا يا جماعة قوموا اعملوا دايت، لا، الورك هنا معناها ان احنا ازاي نخلي العاده الصح سهله بسيطه. فورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل، ازاي نخلي الشغل سهل كفايه اننا نعرف نكمل فيه. اول خطوه استحضار النيه. استحضار النيه مش هقعد اقول نويت اعمل دايت، لا، استحضار النيه معناها ان انا هادي هدفي وقت ومساحه في يومي بحيث ان الهدف ده يعيش ويكبر ويبقى هدف كبير كده وحلو في المستقبل. اي هدف في يومك، مذاكره، دايت، رياضة، أي حاجة، لازم يكون ليها مكان
ووقت في يومك علشان تعيش. ان انا اكتب اهداف حلوة جميلة اعلقها على الحيطة من غير ما ابقى عارفة هعملها امتى في يومي، الهدف ده هيتلاشى وهيفضل خطة مستقبلية جميلة حلوة ابقى اوصل لها ان شاء الله لما يبقى عندي وقت. بس لو الهدف ده ملح عليك قوي لازم تعمل له وقت ومكان في يومك علشان تحققه. مثلا في الدايت، انا لما كنت بلاقي نفسي مش مجهزه هاكل ايه، هشتري المكونات امتى، كنت بلاقي نفسي بتصل اطلب اكل من بره، مش عشان انا ضعيفه او ما عنديش قوه الاراده، بس عشان انا خليت الصح اللي هو الاكل بتاع الدايت اللي انا هعمله في البيت اصعب بكتير قوي عليا من ان انا اتصل اطلب اكل من بره والاكل يجيلي سخن حلو طعمه لذيذ بس مش مناسب معايا ولا مناسب للي انا عاوزه احققه في حياتي. الهدف اللي ملوش وقت بيخسر قدام اي حاجه جاهزه في يومك. لو رجعنا لمثال المذاكره، لازم تبقى محدد وقت في يومك عارف هتذاكر فيه امتى، كانك حاجز ميعاد مع حد مهم جدا في حياتك هحترمه علشان هدفي اللي انا عاوز اوصله يعيش. الرقم 2 اننا نجهز الطريق قصدي بيه البيئة المحيطة، المكان اللي انت عايش فيه. البيئة اللي حواليك هي اي حاجة بتبعث اشارات لمخك. مثلا انت شايف ان انا عامله فولو اكتر من 2000 اكاونت بيتكلموا عن الاكل، ريفيوز عن مطاعم وعن اماكن واكلات تتاكل في العالم كله. طول اليوم مخي كل ما امسك الموبايل شايف اكل، فلما بدات اظبط اكلي عملت انفولو لكل الناس اللي بتعمل وصفات اكل عندي. ساعتها بس اخدت بالي كميه الاشارات الغلط اللي كانت بتوصل لمخي، وفي نفس الوقت بقى بدات اعمل فولو لحسابات بتتكلم عن الاكل الصحي. نفس الفكره حصلت في البيت، بطلت اطلب حلويات تيجي البيت، ولما الحاجه ما بقتش قدامي مخي ما بقاش بيطلبها بنفس الالحاح. فهمت وقتها ان كتير من الغلط اللي بنعمله مش لاننا عاوزينه، لانه صح متاح موجود قدامنا. حاجات كتير قوي احنا بنعملها مش لاننا عاوزينها، لاننا سهله ومتاحه لينا. ايه اللي احنا عملناه لحد دلوقتي؟ اول حاجه احنا ادينا لهدفنا مساحه ووقت يعيشوا فيهم، وده اللي عملناه في استحضار النيه. سهلنا الطريق للهدف وشلنا المطبات اللي في طريقنا علشان يكون الوصول لهدفنا أسرع، وده اللي عملناه في الخطوة رقم 2 اللي احنا كنا بنجهز البيئة. نيجي بقى للخطوة رقم 3، هي خطوة كل يوم اللي بناخدها ناحية هدفنا. لازم الخطوة تبقى صغيرة وسهلة خصوصا في الأول علشان تعرف تدخل العادة في يومك وبالتالي تعرف توصل لهدفك. لما ببدأ بحاجة سهلة وبسيطة وصغيرة ومنطقية ببدأ فيها وأكمل، علشان كده بعرف أوصل. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أدومها وإن قل. ليه إن استمر على حاجة حتى لو بعمل منها جزء صغير ده أفضل؟ لأن النفس البشرية بتتغير بالتكرار مش بالمجهود الضخم اللي بيجي مرة واحدة وبعد كده نقع أو نكسل نتيجة زحمة الحياة عندنا. عاوزين تبنوا أي عادة أو أي هدف ابدأوا بحاجة صغيرة أو صغيرة لدرجة إنها تدخل في يومك من غير مقاومة، تبقى سهلة وبسيطة. ثبتها الأول في يومك كعادة وبعد كده طورها براحتك. وده قانون علم السلوك، القليل اللي بيتكرر بيبقى عادة. العادة بتحتاج مجهود أقل، لما المجهود يقل الاستمرارية بتزيد والسلوك بيبقى جزء منك. وقتها السلوك ده تبدأ تحسن وتطور منه، وده أصل أي تغيير حقيقي. نفس الفكرة طبقتها على حاجات تانية كتير في حياتي زي السوشيال ميديا مثلا. كل شوية كنت ألاقي نفسي أسيب الشغل واسكرول على السوشيال ميديا. عملت ايه؟ حطيت الموبايل بعيد عني. لو انت مثلا بتدخن وعاوز تبطل التدخين، ما تاخدش معاك علبة السجاير في البيت او في الشغل، حطها مثلا في العربية. خطوة واحدة تصعب الغلط عليك، حبة بحبة هتبطله من غير ما تحس. وده جوهر خطوة كل يوم، اننا نخلي الصح اسهل علينا من الغلط. رقم 4 المراجعة والتعديل. يعني لو عملت كل اللي فات وبرضه الدنيا مش ظابطة معاك يبقى انت محتاج تعدل في الطريقة اللي بتشتغل فيها، مش محتاج تعدل في الهدف اللي انت عاوز توصل. انا مثلا مشيت في الاول على دايت السعرات وده كان اسوأ قرار خدته في حياتي. طول الوقت تعبانة، وقتها قررت ان انا اشوف نوع دايت تاني. تسأل نفسك هل انت محتاج تكمل في نفس الاتجاه بنفس الطريقة ولا
تروح في نفس الاتجاه بس تجرب طريقة تانية، يمكن الطريقة التانية دي تدفع. تعتمد على البيانات، على المعلومات، على الحقائق، مش ان انت تقول انا زهقت ومش قادر، انا خلاص هسيب اللي انا بعمله وهمشي. رقم 4 واخر دبليو معانا هي الوين. بصوا دي نقطة مهمة جدا وتبين رفاهية وان هي مش لازم تبقى في جزء السلوك، بس والله هي مهمة جدا جدا. احنا كبشر بنعمل الحاجات اللي بتدينا احساس ممتع. احنا اتكلمنا ازاي نخلي الصح سهل، ازاي بقى نخلي الصح ممتع. تخيل معايا كده كل يوم تفطر دونتس، بس تأثيرها الحقيقي عليك بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين ممكن وزنك يبتدي يزيد، بعد سنة صحتك هتبتدي تتأثر. أي حاجة مش صحية هتخليك مبسوطة عشان طعمها حلو بس تأثيرها قدام مرعب. طب تعالوا بقى نشوف الناحية التانية. فطرت الصبح جبنة قريش، تأثير الأكل الصحي عليا كل يوم وإن أنا أتحرك أو أروح الجيم بانتظام، كمان شهر ممكن أبتدي أشوف تأثيره، كمان شهر، كمان شهرين مذهل، كمان سنة صحتي الحمد لله بقت أحسن، وزني بقى أحسن. إيه المشكلة الوحيدة في أي حاجة عليها القيمة؟ إنها متعتها مؤجلة، أو مش هتاخد نتيجة لحظية بس تأثيرها الإيجابي على حياتك كمان سنة أو 2 مذهل. لازم تخلي العادة الصح بالنسبة لك ممتعة علشان تقدر تستمر عليها. رقم 1 التتبع اللحظي أو التراكر أو الكالندر. في ابلكيشنز على الموبايل، أنا كنت أوقات بستخدم ابلكيشن اسمه هابتس، بعمل كل يوم صح على كل الحاجات اللي أنا عاوزة أراقبها في يومي. حاجة بسيطة، ورقة، نتيجة، ابلكيشن، تتأكد إن أنت كل يوم عملت الحاجة الصح اللي انت المفروض تعملها. احنا كبشر بنحب نحس ان في نتيجة، انا النهاردة عملت الصح اهو قدامي ان انا عملت الصح. مش لازم تبقى عملت اللي عليك 100%، مش لازم تبقى عملت انجاز رهيب. مخنا بيحب الاحساس ده جدا، كأن مخك بيقولك اعمل الصح خد مكافأة، فهترجع تعمل الصح تاني عشان تاخد نفس المكافأة تاني. احنا كده خلصنا الفور دبليوز لبناء اي عادة. انا ركزت مجهودي ان انا ابني العادة الصح، والعادة الصح هي اللي دخلت طردت العادة الغلط من حياتي وخرجتها بره. لأن العادة الصح لما بتدخل بتلغي أو بتخرج مكانها أي عادة غلط أوتوماتيك. أنا بس عاوزة أفكر نفسي وأفكركم بحاجة، إحنا مش محتاجين نكون نسخة خارقة من نفسنا بكرة الصبح أو نعمل حاجة ما حصلتش. إحنا محتاجين نتحسن بس بنسبة 1%. 1% كل يوم كافلين إن هم يغيروا حياتك كلها في سنة سنتين بالكتير قوي. الموضوع ده عبقري في حاجة، مع تراكم الأيام وانت كل يوم بتتحسن بنسبة 1%، هتلاقي نفسك السنة الجاية حد مختلف تماما، إنسان تاني في الاتجاه الصح. مش لأنك عملت حاجة خارقة ولا حاجة خرافية، بس لأنك كل يوم خليت اليوم ده تكسب فيه، استثمرته في نفسك، عملت في اليوم ده حاجة صغيرة جدا لصالح نسختك الأفضل. بيبي ستيبس بس تأثيرها على المدى الطويل خرافي. احنا كده خلصنا، بس انا عاوز اقول لكم 3 حاجات قبل ما تمشوا. رقم 1 اي مشكله مضايقاك حلها من الاساس. بلاش مسكنات، بلاش مسكن ضمير، بلاش مسكن للمشكله. فلو عاوز تغير نتيجه كبيره غير العاده، غير الاساس، وبعدها النتيجه هتتغير لوحدها. رقم 2 اي حد ناجح بيقع. الفرق الوحيد بينه وبين اي حد ما بينجحش ان هو بيقع وبيقوم في ساعتها. اول ما يقع يقوم. ما تسمحش ليوم واحد ضاع منك انه يبوظ عليك باقي حياتك، باقي الاسبوع او باقي الشهر، او يخليك تسيب كل اللي فات لمجرد ان انت يوم وقعت او يوم غلطت او يوم رجعت تاني للحاجة اللي كنت بتعملها قبل كده. هتبوظ يوم عادي، هتقع يوم طبيعي. الفكرة واهم حاجة ان مجموع الايام اللي انت تبقى صح فيها تبقى اكبر بكتير قوي من الايام اللي انت كنت غلط فيها. محدش بيكسب الماتش لو ما دخلش فيه جوان، بس الفكرة انه ما ينسحبش ويكمل يلعب ويجيب جوان اكتر من اللي دخلت فيه. رقم 3 في حاجات كتير قوي بنسعى لها ومش دايما بنوصل لها، مش لانك فشلت، مش لانك عملت حاجة غلط، مش لانك ما مشيتش في الاتجاه الصح، بس عشان ربنا مش رايد دلوقتي انك توصل للهدف ده، شايل لك هدف احسن. عاوزك توصل للهدف ده بعدين لما تبقى اتعلمت دروس معينة. علشان كده قيس تقدمك وقيس نجاحك بالسعي، بالمجهود اللي انت حطيته في الحاجة، مش بالنتيجة اللي انت وصلت لها في الاخر. نجاحنا وتقدمنا بنقيسه بسعينا في الاتجاه الصح مش بالنتيجة. وفي الاخر محدش سعيه بيروح، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لو وصلتوا لحد هنا يبقى عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي.